باريس سان جيرمان يصدم كيليان امبابي مجددا بقرار صارم. أصدر نادي باريس سان جيرمان قرارا جديدا بعدم السماح للمهاجم الفرنسي كيليان امبابي بالمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية، وهذه وسيلة جديدة للضغط عليه من أجل الرحيل عن النادي هذا الصيف. وكان باريس سان جيرمان قد استبعد امبابي من الجولة التحضيرية في اليابان بسبب عدم رغبة اللاعب بتفعيل خيار تجديد العقد حتى عام 2025، ورفض أيضا الرحيل في الميركاتو الحالي لأنه ينوي مغادرة النادي في الصيف القادم بصفقة حرة. وسيعود امبابي اليوم الاثنين إلى مقر تدريبات باريس سان جيرمان، لكن النادي لم يسمح له بالتدرب تحت قيادة لويس إنريكي مع باقي زملائه، ولذلك سيتدرب بشكل منفرد مع اللاعبين المعروضين للبيع. باريس سان جيرمان لن يستدعي امبابي لمباراة لوريان، وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية فإن النادي الباريسي يتعامل مع ملف امبابي بصرامة شديدة، حيث سيبقى اللاعب مستبعدا من الفريق ولن يتم استدعائه لمباراة لوريان يوم الاثنين القادم في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي. وسوف تستمر أزمة كيليان امبابي مع باريس سان جيرمان طوال شهر أغسطس الحالي، وربما تمتد أيضا لعدة أشهر ما لم يتحرك ريال مدريد بشكل جدي ويقدم عرض رسمي للحصول على خدمات كيليان هذا الصيف. طبعا كيليان امبابي بيصير أزمة كده في باريس عشان يروح ريال مدريد. كيليان بيمني النفس بأنه يرتدي قمصان ريال مدريد، لكن في الموسم القادم باريس عايز كيليان يجدد، بس هو مش راضي ورافض التجديد عشان يمشي الصيف الجاي، وباريس بيضغط عليه بكل الوسائل وكل الطرق. خلينا نشوف ايه اللي هيحصل مع كيليان امبابي، لكن باريس بيضغط بكل الطرق عشان كيليان يجدد عقده. استبعد من الجولة الآسيوية، ودي تاني قرار، هو مستبعد من التدريبات الجماعية وبيتدرب مع اللاعبين المعروضين للبيع. طبعا ده بالنسبة لكيليان لاعب كبير طبعا، وده هيأثر على باريس أكيد بنسبة كبيرة، لأن كيليان عمود من أعمدة الفريق. هنشوف اللي هيحصل في الفترة الجاية. كده انتهى الفيديو بتاعنا. لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان توصل لكم كل فيديوهاتنا أول بأول.